السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. اليوم بتحدث عن موضوع شوي مختلف، عن فيلم هندي اسمه سنجو. هذا الفيلم أنا أعتبره من الأفلام المختلفة تماما. ليش؟ لأنها قصة حقيقية، وثاني شيء ما يخفي الممثل أو قصة الممثل ما يخفي عن كل أشياء السيئة اللي سواها في حياته، ولكن الأهم من ذلك كيف استطاع أن يتخطى كل هذه العقبات ويصبح إنسان أيضا ناجح في مجاله. طبعا الفيلم هذا يبين لك عن بعض الأمور اللي حدثت لهذا الشخصية اللي نتكلم عنه اليوم، وهو سنجي دت ابن سنيل دت. أمهم اسمها نرجس، طبعا مثلت في من أعظم الأفلام عندها مادر إنديا ويا راج كومار. فأفلامها جدا كانت رائعة في فترتها، وأبوها أيضا مثل أفلام جدا رائعة. إلا أن الحدث الآن هنا مرتبط في فترة اللي أدمن على المخدرات. يوم أقول لك أدمن على المخدرات، يعني أدمن على المخدرات السوداء، يعني السموم السوداء، يعني ما في مخدر في العالم ما استخدمه هذا الممثل أو ابن هذا الرجل العظيم اللي كان موجود في الهند اللي هو المشكلة مو بهني. المشكلة أن في كل مرة يريد أن يتعافى من هذا الموضوع يرد مرة ثانية في انتكاسة، والسبب يعود إن كان في واحد أيضا اللي يدعي نفسه، اللي دائما أنا أكررها وأقول لكم إياها، اللي يلبس عباءة الصديق ويجيك ويطعنك، كان يغذيه ويقدم له كل التسهيلات على أساس يحصل إيش على المخدرات، وكل ما يستوي شيء جديد يجيب له النوعيات الجديدة، وبالتالي أدمن وأصبح معتاد على هذا الشيء، وأصبح هو يكسب مال وهو أيضا يتعاطى. يعني كان قاب قوسين أو أدنى من أن هذا الإنسان يفارق الحياة أو يموت في أي لحظة. لكن تشوفوا الآن قدر هذا الإنسان كيف. المشكلة الأساسية في حياة هذا الممثل هني بدأت إيش؟ بأنه علم بأن والدته مصابة بسرطان البنكرياس وفي أي وقت ممكن تموت. أيضا راح إلى أمريكا، وهناك أيضا كان هو يتعاطى، وكان ما يأبه له ما يجري هنا وما يجري هناك. وفعلا هذه المرحلة كانت جدا عصيبة بالنسبة له وبالنسبة لأبوه وبالنسبة لأمه. عموما في هاي الفترة كان هو يمثل أحد أفلامه اللي هو فيلم روكي، كان أحد أفلامه. وبالتالي هناك في المستشفى جاي واحد من معجبين أبوه وأمه على أساس يقدم لهم شيء تعويذة من التعويذات على أساس أنه يشافيها، يعني يشافي الأم على حسب معتقده. يعني هني تعرف على هذا الإنسان، وهذا الإنسان اللي أصبح هو